السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي أحسن حال يا رب. وحشتوني كتير خالص من الفيديو اللي فات. النهارده أنا عايزاكم في حاجة مهمة جدًا، عايزاكم تنصحوني. النهارده أنا إن شاء الله عقبال عندكم يا رب اشتريت العجان ريفال. أنا بصراحة اشتريته مش على خبرة خالص، مش عند حد من حبايبي ولا صحابي عنده العجان ده. فانا عايزه من حبايب قلبي كده صحابي واخواتي المشتركين معايا المتابعيني تفيدوني في موضوع العدان ده. لو حد عنده اختك او حبيبتك او جارتك عندها العدان ده يا ريت تفيديني ايه عيوبه وكمان مميزاته، علشان انا لسه ما استعملتوش خالص. انا لسه شارياه النهارده، بس بصراحه انا اشتريته كده ومش عندي خبره فيه خالص. فانا النهارده اشتريت العدان ريفال زي ما انتم شايفين كده. انت هتلاقوا الاسم عندكم بالعكس عشان طبعا الكاميرا. وكمان السعه بتاعته 10 لتر وكمان 220 واط زي ما انتم شايفين كده. هو طبعا معاه معاه مفرمه ومعاه خلاط، بس انا بصراحه جبته هو لوحده، بس جبت العجان فقط. فتعالوا كده نسمي الله ونشوف من جوه عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا اوريكم كده شويه الحاجات اللي فيه. هنا المضرب، ودي كمان اهي، ودي العجان زي ما انتم شايفين كده. الاول 3 حاجات، طبعا دي الحاجات بتاعته هو الخاصه بيه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بس انا حاسه ان رايكم ضروري في التعليقات، اوعوا تبخلوا عليا في الموضوع ده عشان الموضوع ده بالنسبه لي مصيري. زي ما انتم شايفين كده الحله ما شاء الله اهي، الستانلس بتاعها زي العسل، وكمان تقيله خالص، الجوده بتاعتها كويسه. تعالى اوريكم بقى الوحش. بسم الله ما شاء الله، تعالوا نشوفوا كده. شايفين ما شاء الله كيست ايه يا ماما؟ اهو. ده طبعا الغطا عشان الحله، عشان الجليد طبعا ما يطيرش هنا ولا هنا كده، يعني يقفل عليها زي ما انتم شايفين كده اهي. ده غطا الحله اهو، ده الغطا بتاعها. ده العجان اهو زي ما انتم شايفين. لونه جرب عليه كده يقلهم شويه هوريهم اللون. شايفين لونه اهو. وكمان في مميزه حلوه خالص من تحت، مسك معايا كده في الرخامه، ما بيتحركش. يعني انا لسه ما جربتوش ولا اي حاجه خالص، بس انا حطيته على الرخامه بس لقيته مسك في الرخامه كده. ما بتحركش. وكمان يعني هو ال10 لتر طبعا مش هيكون 10 لتر خالص، هو هيكون يعني ياخد 2 كيلو ونص بالظبط من الدقيق زي ما انتم شايفين كده. بسم الله بسم الله. لو حد من حبايب قلبي كده المتابعين اخواتي اللي مش غراب عليا يكتب لي في الناحية التعليقات. التانية الناحية. بسم الله. لو حد كده عنده خبرة في موضوع العجان ده يكتب لي في التعليقات على طول المميزات والعيوب. لو كانت المميزات اكتر من العيوب، لو كان عيب واحد ولا 2 ممكن نتغاضى عنه. لو كان المميزات العيوب اكتر من المميزات فانا هرده على طول، لانه غالي وانتوا عارفين كل حاجه غاليه. فانا مش هحط حاجه عندي عشان استعملها في المطبخ وانتوا عارفين انا على طول ايدي في المعجنات، ما يكونش حاجه غاليه زي كده وتطلع معايا مش كويسه، الجوده بتاعتها مش كويسه، او الموتور بتاعه مش كويس. فيا ريت يا حبايب قلبي كده تفيدوني بالموضوع ده، وهستنى رايكم في التعليقات على طول. معلش انا مش طولت عليكم ولا حاجه، بس انا عايزه منكم خبره، اول مره اطلب منكم طلب، اوعوا تكسفوني. ربنا يا رب يسعد ايامكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.